إيه اللي يخلي ولادها يخرجوا جثتها بعد 5 أيام من دفنها؟ وإيه السر اللي المغسلة ما قدرتش تخبيه وكان السبب في خروج الجثة؟ سر المغسلة وأصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من محافظة الشرقية، قرية مينا صفور التابعة لمركز ديار بنجم. تبدأ أحداث قضيتنا يوم الاثنين 14/10/2024 بوفاة الحاجة زكية. بس في الأول وكالعادة خلينا نتعرف على الحاجة زكية اللي من سنين عايشة في نفس البيت ده مع زوجها، وبعد فترة زوجها بيتوفى وبتربي الحاجة زكية أولادها ال4 وبتكبرهم وبتحسن تربيتهم، وكل واحد فيهم بيشق طريقه. فواحد منهم بيسافر للعمل في دولة عربية والتاني بيسكن في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة نظرا لظروف عمله. أما البنتين فكل واحدة فيهم اتجوزت وعاشت في بيت جوزها، وبكده البيت بيفضى على الحاجة زكية. بس من وقت للتاني أولادها كانوا بيزوروها وبيطمنوا عليها، ولأن في الأرياف والقرى لحد النهاردة في أمان وبعض الناس لسه محافظة على الود وحق الجار، فكان أولاد الحاجة زكية مطمنين عليها، وخصوصا ان الحاجة ست محبوبة وخدومة، والخير اللي بتعمله كان بدون اي حساب او حتى مقابل. يعني باب بيتها كان مفتوح من ساعة ما تصحى لحد ما تنام. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، الحاجة كانت بتساعد اي حد محتاج، واي عروسة بتجهز نفسها كانت بتقف جنبها سواء كانت يتيمة او حتى والدها ووالدتها موجودين. والاكتر من كده ان النجار اللي كان فاتح جنب البيت عندها ما كانش محتاج اي مساعدة مادية، ومع ذلك لما كان بيلجأ لها كانت بتديله فلوس. ومش بس كده، دي كانت بتعامله كأنه ابنها. وفي يوم الاثنين الموافق 14/10 أهل القرية بيلاحظوا إن على غير المعتاد باب الحاجة زكية ما اتفتحش، ومع الوقت بيزيد قلقهم ودهشتهم، عشان قلقهم ده هو اللي يخليهم يفتحوا البيت ويلاقوها واقعة على الأرض على وشها وميتة. يتصلوا ببنتها اللي كانت ساكنة في قرية قريبة من قريتهم، وبنتها بتتصل بإخواتها عشان يبدأوا يستخرجوا كل الأوراق اللازمة للدفن ونقل والدتهم لمسواها الأخير. ولأن الحاجة زكية عمرها 72 سنة فمحدش شك إن الوفاة غير طبيعية، لكن اللي شافته المغسلة وخبته هو اللي كشف السر اللي كان هيدفن للأبد. وفي اليوم الرابع من الوفاة يوم الخميس الموافق 17/10 بتروح المغسلة لبنت الحاجة زكية عشان تقول لها إنها حاسة إن وفاة والدتها ما كانتش طبيعية، وإنها شاكة إن الموضوع ده وراه سر محدش يعرفه، وخصوصا إنها من يوميها مش قادرة تنام ولا تروح عن بالها الحاجة زكية، وكمان بتحلم بيها، وده أمر مش معتاد عليها لأنها مش أول مرة تغسل حد. في الأول قالت لها بنت الحاجة زكية إن الكدمة أو الإصابة اللي في جبين والدتها دي أكيد نتيجة سقوطها على الأرض على وشها وارتطامها بالأرض، فده اللي سبب الكدمة أو الجرح البسيط اللي كان موجود في جبينها. وبمنتهى الهدوء المغسلة بتقول لبنتها إن من العقل والمنطق إن لو حد وقع على وشه على الأرض أول حاجة بارزة في وش البني آدم هي مناخيره، فدي اللي هتكون أول شيء يلامس الأرض وأول شيء معرض للإصابة. إنما في منطقة الجبين ده اللي غريب شوية. كلام المغسلة أثار شك بنت الحاجة زكية اللي اتصلت بأخوها وقالت له كل كلمة قالتها المغسلة عشان أخوها فعلا يقتنع بالكلام ده ويتوجه لمركز شرطة ديار بنجم ويحرر محضر. وفي المحضر قال كل الكلام اللي المغسلة قالته لهم، وبناء عليه بيطالب باستخراج جثة والدته وعرضها على الطب الشرعي عشان يتأكد إذا كان في أي ملابسات جنائية ولا الوفاة طبيعية، ودي مجرد شكوك. وفي صباح يوم الجمعة 18/10 قرية مينا صفور بالكامل بتصحى على صوت سرينة الشرطة، وبتتفاجئ إن الشرطة بتحاوط المقابر اللي موجودة على طرف البلد. في نفس الوقت معاهم أعضاء الطب الشرعي اللي قاموا بإخراج الجثة من مدفنها. في وسط دهشة من الجميع، يا ترى ليه الشرطة بتخرج الجثة بعد دفنها ب5 أيام؟ ومن الكشف المبدئي للطب الشرعي قال إن الكدمة اللي موجودة في منطقة الجبين ممكن يكون ليها أكتر من سبب، فممكن فعلا تكون نتيجة ارتطام دماغ الحاجة أثناء سقوطها على الأرض، أو ممكن يكون حد اعتدى عليها وخبطها الخبطة دي عشان تفقد وعيها. لكن اللي بيأكد فعلا وجود شبهة جنائية هو علامات الخنق اللي كانت واضحة وباينة في منطقة الرقبة، وبكده تتحول القضية من وفاة طبيعية لشبهة جنائية. تبدأ الشرطة في التحقيق مع كل اللي ليه علاقة بالحاجة أو تردد عليها مؤخرا، وبمعاينة مسرح الجريمة اللي كان مليان بصمات
الاعتصامات لأنه للأسف كان عدى 5 أيام تتفاجئ الشرطة إن الهارد الخاص بكاميرات المراقبة مش موجود. حتى ولادها مش قادرين يحصروا المسروقات لأن الذهب بتاع والدتهم كانت أحيانا ممكن تبيعه أو تبدله عشان تفك بيه زنقة حد محتاج، والحل كان في كاميرات المراقبة اللي موجودة في بيت قريب من بيت الحاجة زكية. وفعلا كاميرات المراقبة بترصد شخص بيدخل البيت بس مش بيخرج منه تاني، وللأسف ملامحه مش واضحة، ومن الواضح إن السبب الرئيسي هو السرقة. وهنا الشك كله بينحصر في المجرمين المسجلين قضايا سرقة. وبتكثيف التحريات قدروا رجال البحث الجنائي يحصروا اشتباههم في مجموعة أشخاص، لكن المواصفات والملامح اللي كانت ظاهرة في الكاميرا واللي للأسف ما كانتش واضحة بنسبة 100% كانت أقرب لشخص واحد بس، وهو شادي اللي عمره 30 سنة. بالرغم من إنه مش مسجل قضايا سرقة، لكن كان من بعض المشتبه فيهم، والصدمة إن شادي هو نفس النجار اللي كانت بتساعده الحاجة زكية. تبدأ التحقيقات، وكان من الطبيعي إن شادي في الأول ينكر كل حاجة، وبعد مواجهته بالأدلة وتسجيلات كاميرات المراقبة بينهار وبيعترف. والصادم في اعترافات شادي إن الموضوع ده كان في باله من فترة كبيرة لما دخل البيت عشان يطلب منها مساعدة زي أي حد، وفعلا ساعدته ووقفت جنبه، رغم إن هو في الأساس عنده ورشة نجارة وشغال وبيكسب منها. وأثناء وجوده في البيت لاحظ إن الحاجة موجودة عندها كمية ذهب كويسة وفي نفس الوقت فلوس كتير. وهنا الشيطان يلاقي مدخل لدماغ شادي عشان يبدأ يوسوس له، وشادي يترجم الوسوسة ديت لخطة بتترسم وهيتم تنفيذها. وفعلا بيبدأ شادي يراقب الحاجة لحد يوم الحد 13/10، وفي يوم الحد 13/10 كان اليوم الموعود لتنفيذ الخطة. وطبعا بما ان شادي كان بيراقب الحاجة الفترة اللي فاتت كلها، فعرف انها في اليوم ده تحديدا هتروح تزور بنتها. وبعد منتصف الليل اتأكد شادي ان الحاجة استحالة ترجع في وقت متأخر زي ده، فكان الميعاد المناسب اللي دخل فيه البيت واللي عارف هيقعد فيه قد ايه وهيروح لحد فين عشان ياخد الذهب والفلوس. في نفس الوقت عارف مكان الهارد بتاع كاميرات المراقبة اللي هيفكه، وبكده تبقى الجريمة بتاعته خلصت وخد الفلوس ولا من شاف ولا من دري. وبعد ما بينتهي من كل حاجة يروح يفتح الباب ويتفاجئ بالحاجة قدامه، وده اللي ما كانش عامل حسابه. وفي الوقت اللي الاتنين واقفين قدام بعض ومندهشين، شادي مندهش لرجوع الحاجة، والحاجة مندهشة إن اللي بعتبره زي ابني سرقني. يقطع شادي حبل الأفكار ده وياخد الحاجة لجوه الشقة ويخنقها بالأشارب اللي كانت لابساه. وبكده بينتهي شادي من اعترافاته الكاملة. وبالاعتراف الكامل لشادي، النيابة العامة بتوجه له تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بتهمة السرقة. وبالرغم من إن جزاء الإحسان هو الإحسان، فشادي قابل الإحسان بالشر، وكان فاكر إن السر هيدفن وإن جريمته هتكون جريمة كاملة، لأن شيطانه غلبه ونساه إن ربنا بالمرصاد، وجعل الست المغسلة مجرد سبب لكشف سره، عشان تكون قضية النهاردة هي أكبر دليل وإثبات لصحة مقولة اتقي شر من أحسنت إليه. ونتمنى إن شادي ياخد أقصى عقوبة يستحقها. وأخيرا ربنا يرحم الحاجة زكية ويصبر أهلها. لحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان، سلام.